السلام عليكم. دي جيلي باكوين جيلي اهمتي. هنعمل جيلي سادة من غير اي حاجة. هنعمل جيلي كده من غير اي حاجة. دي كده مكوناته اهوتي. مكوناته اهوت معلقتين سكر، اهو باكوين اهوت معلقتين سكر. انا حاطه معلقتين سكر اقلبهم في بعضهم بقى مع بعض هو والجيلي، بسخن المية واحطهم فوق بعضهم واقلب بقى، وبعدين احط شوية مية سقعانة. ده الجيلي سهل وبسيط، مفيش فيه حاجة يعني مش صعبة ولا حاجة. أهو سهل وبسيط خالص. أو كده تمام. هتقوم ونقوم بقى حاطين ندوبهم بقى بالمية السخنة وشوية مية سقعين، كوباية مية سقعين فوقهم، ونقوم مدوبينهم وحاطينهم في في الكاسات. ده الجيلي اهو تمام كده. هنحط بقى شوية مية سقعانين، كوباية مية سقعانة كده أو أقل من كوباية مية. أنا حتى ما كملتش كوباية يعني. دي كده تمام. هنحطه في الكاسات بقى، وبعدين نحطه في التلاجة لما يمسك لمدة ساعتين ولا حاجة. ساعة ما يمسك ناكله، يتاكل على طول بعد ما ساعة ما يمسك على طول. أنا ما حطيتش فيه أي حاجة، اللي هو أنا عاملاها سادة، جيلي سادة كده بس. اه كده تمام الجيلي كده. وهنحطه بقى في الكاسات اهوتي كده تمام. شوية المسق عننا ومش يجي نص كوباية يعني. كده تمام. ده جيلي سهل وبسيط، ومكوناته على قد الإيد يعني، ما هوش يعني الوصفات سهلة وبسيطة، وكل واحد بيعمله يعني، كل الناس عارفة عمايله. هو عمله سهلة وبسيطة فعلا. ده الجيلي خلاص كده. نحطه بقى في الكاسات وتمام كده. نحطه في الكاسات هنملى الكاسات بقى. تمام كده خلاص. اتملى اهوت خلص بقى كده، والفيديو خلص كده خلاص. هو فيديو سهل وبسيط وكمانته سهلة وبسيطة. هو كوبايتين جيلي بس بتاع باكوين جيلي، وموجود كل حاجة في البيت. المية موجودة والسكر موجود. يلا اشوفكم كده في فيديو اخر ان شاء الله، وهنسوه في التلاجة بقى لما يجمد وناكله بقى. يلا باي باي حبايبي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله. خلاص كده الجيلي خلص اهوتي، وفرغناه في الكاسات اهوتي، وكده تمام. والفيديو خلاص خلص، ومع السلامة، الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.